أنا ساكن فوق زوجين لسه متجوزين من سنه، بس بجد أغرب اتنين شفتهم في حياتي. مش لوحدي اللي شايف كده، دي العمارة كلها بقت بترصدهم. في يوم كنت قاعد في البلكونة، سمعت صوت خناقة جاية من فوق. قلت يمكن خلاف عادي، لحد ما سمعته بيزعق: ازاي تاكلي الكورن فليكس وانا كنت حاطه جنب السرير مخصوص؟ سمعت صوتها بترد: ما هو زي ما حضرتك اكلت المارشميلو، كنت مخبياها في جرابي. قلت: لا، كده مش خناقة، دي حلقة من مسلسل ساخر. نزلت أخبط، فتحت لي مراته بتوتر. قلت لها: في حاجة؟ قالت لي بجدية: هو حساس جدا ناحية الكورن فليكس. وفجأة جه من وراها بيجامع عليها باذنجان وقال: هي بتتكلم مع الكلب أكتر مني. رجعت شقتي ودماغي فيها مليون سؤال. بعدها بكام يوم، الساعة 4 بالليل، صوت جري وضحك في السلم. ببص من العين لقيتهم بيطاردوا بعض. هي شايلة فوطة، وهو ماسك معلقة آيس كريم، وبيقول: لو رجعتي كلتي آخر لقمة هتدوقي البوظة دي. واللي تحتهم كتب في جروب العمارة: دول متجوزين ولا بيصوروا برنامج أطفال؟ بس القضية كانت لما جوزها نزل زعلان من الكافيه اللي تحت عشان الجرسون جاب له العصير من غير شفاطة بشكل لائق، وقال لمراته: هو في حد يشرب مانجا في كوباية خضرة وهو موده رمادي؟ أنا بقيت بشك، دول متجوزين ولا بنجرب كلنا نشارك في مقلب كبير من غير ما نعرف؟